السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل لكم الوراك مشوية في الفرن بطريقة جميلة جدا. عندي كمية وراك. انا بفتح الوراك كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده عندي التتبيلة ملح وكركم وبابريكا ومية بصل. البصل اللي انا صفيته هستخدمه في بقية الوصفة. انا مكتره بصل وتوم في التتبيله عشان خاطر يا جماعه اليومين دول المناعه بتاعتنا ضعيفه. خلي بالكم. هحط ميه البصل واحط التوابل. دي التتبيله اللي هي هتفضل فيها نص ساعه، هي المفروض تبات فيها من بالليل للصبح، ولكن نصيب بقى اني انا كنت مستعجله فانا خليتها نص ساعه. لكن هي كل ما تقعد في التتبيله وميه البصل بالذات هتتشبع من التوابل. انا مش حاطه ملح كتير، انا حاطه كميه قليله عشان انا لسه هحط في التتبيله ملح زي ما انتم شايفين كده. طبعا هسيبها في التتبيله نص ساعه وهغطيها واسيبها نص ساعه. بعد كده هوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين عندي الوراك اهي. الطبق الصغير الازاز ده فيه فلفل اسود، وعندي البصل اللي انا قلت لكم عليه او تفل البصل. هحط عليه الفلفل، مش هحط ملح لان انا لسه هحط ملح تاني في التتبيله. فهبتدي ادعك الفلفل ده كويس، وهبتدي ارص الفراخ. يعني هتبل الوراك بالبصل زي ما انتم شايفين كده، في كل حته هلفها جوه وبره لحد ما تتشبع بالبصل. كميه الوراك كلها انا هعملها كده بالطريقه دي. انا عاوزاكم تجربوا والله الوصفه دي في منتهى الجمال. انا نسيت اقول لكم ان انا كنت غاسله الوراك بملح وليمون وطحينه ودقيق، يعني غسلاها يعني. طبعا زي ما انا قلت لكم احط البصل على الوراك كلهم. خلاص كده. التتبيله اللي هي كانت فيها انا مش هرميها، هي فيها مواد حلوه قوي احنا لسه هنستعملها. اشيل الوراك وهجيب التتبيله احط فيها البصل المتبقي، وهحط برضو توابل. بس الاول هحط كوبايه طماطم زي ما انتم شايفين كده مبشوره اهي. وهحط التوابل اللي هي ملح فلفل السبع بهارات، بهارات فراخ، ملح فلفل السبع بهارات، بهارات فراخ. السبع بهارات فيها كل حاجه، السبع بهارات فيها كل حاجه، فيها سبع توابل. لو انتوا في مره عاوزين نعملها لكم قولوا لي واعملها لكم. هحط زيت. دي الكميه الوحيده اللي هحطها دهون، انا مش هحط دهون تاني. بس كده. عندي بصل، كميه بصل حلوه كده متقطعه جوانح. عندي ملح وفلفل محطوطين على بعض. هبتدي ارش كده، انا مش هحط كميات كبيره عشان الملح ما يبص مني، لان في ملح بيزود يعني بيبقى خشن فبالملح بيزيد، فخلي بالكم من الملح بالذات. عندي كميه بطاطس برضو هرصها كله تحت الايه، تحت الوراك. يعني انا هرص الملح تحت الوراك. الملحات هرص البطاطس والبصل تحت الوراك وبعد كده او الفراخ بعد كده هرش عليها طبعا ملح وفلفل. وعندي كام فص توم. زي ما انا قلت لكم ان احنا عاوزين نكتسب مناعه، لان الجو دوت آه، يعني فظيع الشتاء بالذات. بكره الشتاء. انا عكس الناس بتحب الشتاء، انا بحب الصيف. هبتدي ارص الطماطم كمان. هبتدي ارص الطماطم، وبعد ما ارص الطماطم هبتدي ايه، احط عليها الوراك. مش لازم احط طماطم كميات كتيره، هي الطماطم كده حلوه قوي. بس اهي الوراك هبتدي ارصها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الوراك ديت بتقدري ممكن تعملي صينيه تاني على حسب
عدد افراد الاسره. انت هتعملي الكميه اللي انت عاوزاها. التتبيله اللي انا كنت راكناها، اللي انا حاطه فيها زيت وطماطم وبهارات، والبصل اللي اتبقى، والتتبيله اللي كانت اتبقت من اللي كان محطوط فيها الوراك، هحطها كلها على الوراك، على الصينيه كلها. طبعا هغطي الوراك كلها. بس كده. انا هحطها الاول على النار تغلي. انا مش هحطها في الفرن على طول، لازم تغلي وتسخن. وبعدين هحطها في الفرن ساعة. هي هتاخد في الفرن ساعة، وادي شكلها بعد ما طلعت. طبعا هي قلبت ريحة العمارة، لان طعمها وريحتها جميلة، ولا زي ما انا قلت لكم البصل بيدي طعم حلو. التوابل اللي انا حطاها كمان اهو، انا كنت عاملة رز مفلفل او حبة وحبة، اللي تسموه صراحة. انا بسميه مفلفل. وهي البطاطس استوت زي الفل. طعمها كمان جميل، لان هي خدت مني الفراخ وتتبيلة الفراخ. يا جماعة انا ما قلدتش اي حاجة، انا سبتهم في الفرن لحد ما ابتدوا ياخدوا لون. بس كده. بص هوريكم ازاي هي بتتقطع. زي ما انتم شايفين كده هتتقطع بكل سهولة. بصوا طعمها، مش عاوزة اقول لكم يعني. زي ما انتم شايفين كده. ابني اللي كلها طبعا مش انا. بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.